أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. طبعا ضمن سياق البرنامج احنا نبث محتوى هادف لتعزيز البرنامج أو قضية البرنامج اللي ناقشها. فضمن محتوانا الهادف أريد أناقش ضيوفنا الأكارم. شيخ عبود، هل فعلا أن معظم مرتكبي النزاعات العشائرية هم من متعاطي المخدرات؟ هل صحيح هذا الأمر؟ لا، مو هذه التعميم. زين. لأنه احنا مثل ما قلنا يعني المخدرات آفة كبيرة، وخاصة بالنسبة للشباب. النزاعات العشائرية وين تنحصر؟ أعتقد بالمناطق الجنوبية أكثر. زين. وأكو أسباب بها، لأن احنا من نصنف القبيلة اليوم هناك أذرع تابعة لجهات مختلفة. زين. وهاي الجهات يمكن تستعصي حتى على القبيلة وعلى القانون. وأسبابها مصالح، مرة نزاع على أرض نفطية، نزاع على أرض فيها مشروع استثماري أو قريب من المنافذ. وإلا يعني بنشوف اليوم المشايخ الوصلاء لا يأمرون بذلك بقدر ما يجنحون للسلم وحل هاي المشاكل والمصالحات الاجتماعية. لكن هذه النزاعات يعني اكو نسبة منها مثل ما قلت، لأن شباب، لأن هذا الشيء متوفر موضوع المخدرات. بس احنا هذا حديثنا الآن يعني شلون نسبح في النتائج. احنا اليوم المهمة الأسباب مثل ما تحدث السيد لواء. يعني موضوع المخدرات لازم اكو اتفاقية دولية الآن مع دول الجوار، لازم، لأن احنا صرنا قبل كان العراق ممر، الآن لا، موطن للمخدرات. ليش صار؟ ليش صار؟ لأنه أكون صريح، أنا اليوم نصنف المتعاطي عن المتاجر. من هو المتاجر بالمخدرات؟ من هو المتاجر بالمخدرات؟ ما تشوف لك إنسان فقير، ترى المتاجر يعني ناس متنفذين، مستقوين على القانون، مستقوين على العشائر، مستقوين على الأمن العام. يعني شو متنفذ؟ يعني أي تاجر هسه مهما كان إمكاناته المالية، الدولة لا يقف أمام الدولة، لكن تقول متنفذين. نعم، لأن مستقوين، لأن احنا نتكلم على الآفة هذه موجودة. أنت ما تتكلم عن تاجر، تتكلم عن جهات أكبر من التجار. عن حالة في البلد من السقوط إلى الآن احنا في تراكمات عهود ماضية. الآن نعم اكو إجراءات مثل ما قال السيد، اكو إجراءات للدولة، وأنا يعني لا ألاحظها، خاصة الإجراء الأخير من السيد وزير الداخلية، موضوع الفحص المفاجئ. نعم. لمنتسبي أجهزة الداخلية، ضباط منتسبين. وإجراءات وزارة الصحة، موضوع المصحات، أعتقد فتحوا مصحة هنا قريب، مركز القناة. نعم. وزير الصحة. أكو إجراءات، لكن أنا أتكلم لك عن الحالة اللي نعيش بها الآن، نتائجها نتائج مؤلمة. لذلك المعالج يجب أن نعالج الأسباب. هذه الأسباب اللي هي يعني السيطرة على المنافذ، أبراج مراقبة، موضوع المكافآت اللي كانت تستخدم لهذه المعلومات. يعني لازم هنالك يعني إجراءات استباقية من الدولة. لازم إجراءات استباقية من أجهزة الدولة تستبق هذه الشبكات، لأنه هنالك يعني ودائما يعني احنا عندنا حتى مثل شعبي، إذا واحد استغنى حديثا قال له قابل تاجر مخدرات. إذا هذا يعني شفته تاجر وإمكانية عنده وسيارات وقصور، صار مثل شعبي قابل هذا تاجر مخدرات عفوا، تاجر مخدرات عفوا. لذلك يعني أقول إنه هذا استقواء على القانون على الدولة. كل إحنا نجنح أو نطالب بمناقشة الأسباب. أكو أسباب داخلية، منها مثل البطالة، حالة الفقر، النتائج هذه مؤثرات أخرى أثرت على الأسرة. بدأ الأب ما يتابع بالمدارس، ماكو متابعة. يعني الدور الاجتماعي بشكل عام، يعني أجهزة الدولة ومجتمع. هذه اللي احنا صرنا مسرح هذه الدخول، يعني شبكات تعبر من الشرق، من باكستان، من أفغانستان، تعبر على إيران، الدول الجوار الأخرى. صرنا مسرح. هنا لازم اتفاقية دولية دول الجوار أن تكون محاربة، لأن منطقة موحدة يعني مع حتى الدول الجوار الأخرى، السعودية ولا الكويت ولا الأردن ولا سوريا. هذه تكون يعني الحكومة الآن، وأملنا بها خير، أن تصير اتفاقية
دولية لمكافحة المخدرات. زين. دعم الأجهزة الداخلية. مم. الأجهزة الداخلية تحتاج أجهزة حديثة للكشف، مراقبة الحدود، منافذ الحدودية، الأبراج مراقبة، عملية المكافأة للأجهزة الأمنية. اليوم الأجهزة الأمنية والاستخبارية تابع بعمل استباقي، يعني كانوا هذا المخبر السر شو نسميه، المخبر الأمني، يعني شلون يقدر يعطيك معلومة بالمكافأة. كشف هذه الشبكات مهم جدا، كل مواطن المفروض يخبر عن هيك حالة. طيب. لذلك يعني أنا من هالمنبر، وأنا دعينا احنا شكلنا سميناها هيئة الرأي المجتمعية، ومن زعماء قبائل وأكاديميين وأساتذة علم الاجتماع وأطباء وإعلاميين بأن هذا الموضوع اللي احنا صرنا مسرح إلى نطالب من الحكومة يعني شلون مبادرة إصلاح مجتمعي، حملة وطنية لمكافحة المخدرات تشترك بها كل دوائر الدولة. اليوم طيب. التربية معنية، والصحة معنية، والتعليم العالي معني، وزارة العمل الاجتماعية معنية، الشباب وزارة الشباب والرياضة، الكل اليوم معني، المراجع الدينية، الكل معني في عملية السيطرة على الآفة الكبيرة اللي نخرت المجتمع. زين. وكنا يعني نحس اكو تصدع بالقيم الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، في علاقات المجتمع. لذلك احنا كعشائر يعني حالنا اللي نتكلم عنه نتكلم عن المأساة، ونطالب بأن يكون إجراءات للأسباب أنت قبل برأيك النتائج. آرائك اللي طرحتها عبرت مستوى التأثير العشائري على الموضوع، ولذلك العشائر تستلم نتائج. نريد نناقش أيضا، راح نناقش ضمن سياق البرنامج ما طرحته من أسباب ونتائج. صح. أستاذ منتظر، ليش يعني إعلاميا ومجتمع